شهدت جماعة ساقة بإقليم جرسيف مساء اليوم الجمعة حادثة سير خطيرة على مستوى دوار إكنت أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وحسب المعطيات الأولية فإن الحادث وقع بعدما حاول سائق سيارة تفادي حمار كان وسط الطريق ليصطدم مباشرة بشاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس قبل أن تلتحق بسيارة أخرى وتدخل بدورها في الاصطدام، مخلفة خسائر بشرية ومادية جسيمة. وقد جرى نقل جثمان الضحيتين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لجرسيف، فيما تم إسعاف المصابين ونقلهم لتلقي العلاجات الضرورية. من جهتها فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا عاجلا لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث المأساوي الذي يعيد من جديد إلى الواجهة إشكالية التجوال العشوائي للبهائم بالطرقات الوطنية والجهوية.